السلام عليكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ جايه النهارده عشان احكي لكم عن الرحله اللي تعتبر بالنسبه لي اعتبرتها يعني وقتها ان هي كانت افشل رحله بالنسبه لي. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل والواحد طلع بايه من الموقف العظيم ده. انا كنت عايزه اعمل رحله مع مكان معين، يعني الناس بقى فيه شيك كده واليجنت وبتاع، وكان نفسي قوي ان انا ارتب لهم رحله. المهم ان انا رتبت الرحله، كانت رحله للاهرامات وبقى يعني عامله بقى كل ترتيباتي بقى، والرحله على الشعره يعني. وكلمت الحد اللي انا بتعامل معاه في موضوع الباصز وكده، والباص بتاعه نظيف جدا وسياحه وحاجه جميله يعني. المهم جه بقى الناس بقى متعشمه بقى يعني، فجه بقى على الفجر قال لي معلش انا اسف جدا، انا حصل عندي ظرف وهبعتلك عربيه تانية كويسه جدا وحضرتك واثق فيها متاكد منها. تمام ما تقلقيش. تمام. رحت المكان بقى اللي هو كانت الميتنج بوينت اللي احنا هنتقابل فيها. انا لقيت بقى بسطات واقفه حواليا بقى تحفه، لان المكان ده بيبقى فاضي في الوقت اللي انا كنت عامله فيه الرحله. الباصص بقى تحفه وتجنن. انا بقى واقفه كده بتفرج بقى اللي هو يا ترى مين فيهم انهي اللي هيطلع بقى الباص. مستنيه بقى خلاص الناس، ويعني خلاص ناقص مثلا حوالي 10 دقايق والناس تيجي. فانا مش عارفه السواق، فاتصلت. الو. فلقيت واحد واقف قدامي بأتوبيس اللي هو بتاع عتبة سيدة رمسيس، باص عادي جدا. دي طبعا بالنسبة لنا احنا مشكلة كبيرة، لأن أولا الباص من السياحة مش هينفع يطلع الهرم، ثانيا الباص حالته سيئة جدا جدا. فلقيته هو بيرفع السماعة، وأنا بقى من جوايا إن شاء الله ما يطلعش هو، بإذن الله ما يطلعش هو. انت فين؟ انا يا استاذه اللي بشاورلك. طلع هذا الباص المذكور. الباص حالته وحشه قوي. آه، حاطط لي مقشه تحت الناس، الكراسي متقطعه طبعا كده. خلاص انا اول ما شفته طبعا قلت خلاص كده الحمد لله الرحله باظت. الناس بقى عملوا زي بالظبط برضو، راحوا وقفوا عند الباصات الشيك قوي. ايوه يا مدام ايمان احنا وصلنا، نهار اسود في النيل، مش عايزه اقول لكم ان انا واقفه عند انهي باص. قلت لهم وانا اللي بشاور لكم اهو. فيقولوا لي فين؟ اقول لهم عند الاتوبيس اللي قدامكم اهو. طبعا الناس طلعت صدمه صدمه حضاريه، وانا طبعا خلاص انا اتقفلت وقلت خلاص كده نستعوض ربنا في الرحله وفي السمعه وفي الصفحه وفي كل حاجه. ركبنا الباص. بعد ما ركبنا الباص على طول الناس جت قالت لي معلش يا مدام ايمان احنا اسفين، هو الباص سيء جدا. قلت لهم والله العظيم معاكم حق، وانا كمان متضايقه جدا. فالناس طبعا يعني اتخضت من رد فعلي. قلت لهم بصوا انا اسفه، اللي حصل ان الراجل لغى معايا الفجر وبعت لي ده، وانا ما كنتش شفت الصور ودي غلطتي، بس ان شاء الله اعوضكم بقى في بقيه الرحله يعني وكده. طبعا بكلم بقى الراجل اللي جاب لي الباص، اللي هو اصلا قال لي احنا دفعنا عربون علشان بقى الباص ده يجي يعني. بكلمه طبعا عمال يقول لي انا مش سامع حاجه من حضرتك. قلت له طبعا طبعا ما صوت الموتور مغطي على صوتي. لحد ما وصلنا هناك الناس كانت زعلانه جدا. بدات اشرح. اول ما بدات بقول لهم طب احنا يا جماعه قبل ما نطلع بقى الهرم اصلا بيبقى فيه كده شرطه السياحه بتوقفنا قبل ما نطلع، علشان ياخدوا الرخص بتاعه السواق وكده. طبعا انا بقى في اللحظه دي يا جماعه اقسم بالله اللي نجاني الدعاء الدعاء الدعاء. انا قعدت اقول يا رب يا رب يا رب يرضوا يطلعونا، يا رب يرضوا يطلعونا. الحمد لله طلعونا. رحت انا بقى اقطع التذاكر، وفي يعني شرطه سياحه تانية احنا بنعدي عليها عشان يدخلنا الهرم نفسه، وانا بقطع التذاكر حد اتصل بيا قال لي حضرتك هم مش راضيين اصلا يطلعونا الاهرامات اصلا بالباص ده. طبعا عندهم حق عندهم حق. رحت للظابط هناك قلت له بص انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انا مرشده سياحيه وعامله رحله، ولو حضرتك ما طلعتش الباص الدنيا كلها والرحله كلها باظت، انا هرجع بالناس، انا مش هينفع الناس جوه تمشي على رجليها. الراجل بص لي كده وقال لي هو الباص فين يا مدام؟ قلت له الباص اللي هناك ده. طبعا هو شاف منظر الباص وبص لي. قلت له بص انا معايا الواتساب ان الراجل اعتذر اللي كان معاه الباص السياحي. فقال لي اتفضلي. الدعاء برضو الدعاء. دخلت جوه بقول للناس طيب يا جماعه ان شاء الله ابدا اشرح. فواحده قامت قايله لي احنا لا عايزين شرح ولا عايزين نيله، وقامت قاعده. قلت لها ليه بس؟ ان شاء الله بقيه الرحله تبقى كويسه. خلاص بقى الناس قفشت واتضايقت. نسيت بقى اقول حاجه، كان في حد بقى في الموقف ده من اللي حاجزين معايا كانوا بيحاولوا يعني يهونوا الموضوع. كان راجل لطيف جدا، وكانت زوجته كانت اصلا اجنبيه، وهو بيحجز الرحله معايا بيقول لي احنا قبل كده رحنا الاهرامات واتضحك علينا واتمنى ان الرحله دي تبقى حلوه. قلت له حضرتك ما تقلقش، انسى بقى كل اللي انت شفته ده. طبعا خد الخبطه بتاعه الباص. كان سبحان الله كان هو الحد الوحيد اللي قلت له انا بعتذر جدا بخصوص الباص. قال لي لا مفيش مشكله، ويعني
خلاص يعني وهنعمل ايه وبسيطه. هل انا بقى مش عارفه ان الباص كان زي الزفت؟ كان زي الزفت، بس كلمتين حلوين برضو بيهونوا على الواحد. وقعدت اعتذر لهم طبعا طول الرحله. رحنا هناك خلاص وخلصنا وبتاع. ادتني بقى مهارة ايه كمان، بقى مهارة كمان ان الواحد يعني يصالح الناس. جبت لهم هدايا واعتذرت لهم عن اللي حصل. حاولت اقدم احسن ما عندي في الشرح في الالعاب، احنا على طول بنعمل العاب وجيمز وكده. تصوير كنت عامله لهم مفاجاه ان انا كنت جايبه لهم فوتوغرافر يصور الرحله عشان يبقى ليهم ذكريات لطيفه. طول الرحله بقول للراجل ده شكرا ان هو الوحيد اللي بيقول لي ما حصلش حاجه. المهم ان في اخر الرحله الحمد لله الناس اتبسطت. قالوا لي احنا هنيجي معاكي رحلات تانية. بعد ما طلعنا بقى على المطعم وكده الناس حست ان الدنيا فعلا كانت مترتبه، بعيدا طبعا عن موضوع الباص. جيت بقى احاسب الراجل بتاع الباص عشان هي ايه المشرحه ناقصه قتله زي ما بيقولوا. فبقول له احنا اديناك كذا وباقي لك كذا. قال لي اديتوني كذا امتى؟ قلت له الاستاذ اللي حجز معاكوا اداكوا عربون. قال لي ما فيش الكلام ده، احنا ما خدناش حاجه اصلا. كمان اتنصب علينا كمان. كانت ناقصه. فقمت قايله له طيب خلاص ماشي. كلمنا الراجل قال لنا ايه احنا واضح ان بصي يا مدام احنا واضح ان احنا اتنصب علينا. قلت له يعني هديله الفلوس تاني؟ قال لي اه حضرتك هتديله الفلوس تاني. الراجل بقى بتاع صاحب الباص نفسه بقى بيكلمني بيقول لي يا استاذه العربيه اتاخرت والعربيه اصلا عندها شغل وحضرتك كده اخرتيها. يا سلام، طب ما انت عربيتك بوظت لي شغلي وانا ما اتكلمتش. قلت له طيب تمام ماشي ودفعنا الفلوس عادي جدا. والرحله خلصت الحمد لله واطمنا على الناس اللي هم وصلوا وكده. انا بقى طلعت بحاجات كتير من الرحله دي. اولا الواحد يخرج بره الكومفورت زون بتاعه. الراجل بتاع الباص السياحي ده كان كل ما هو ما يبقى مش فاضي انا ما كنتش بعمل الرحله. فدورت على شركه سياحه تانية بتاعت نقل محترمه جدا وبقيت بعمل الرحله وقت ما انا عايزه. ان الواحد فعلا احيانا بيبقى واخد قلم في نفسه. يعني انا كنت رايحه حاسه ان انا عامله كل ترتيباتي وتمام والرحله هتمشي حلوه قوي. فربنا كان عايز يقول لي يعني لازم برضو تتوكلي والموضوع كله مش بشطارتك. يعني لا، في حاجات ممكن تحصل غصب عنك وربنا سترها في الاخر. الدعاء بقى، انا طول الرحله عماله اقول يا رب اقدر اسعد الناس دي لان انا كده خلاص انا كده يعني الصفحه بتقع مني. ما حصلتش معايا قبل كده خالص ان الرحله تبوظ بالمنظر ده والناس تبقى متضايقه جدا كده. اتعلمت كمان ان القلوب دي بايد ربنا. يعني الواحد كان رايح والناس كانت غضبانه جدا وانا كمان كنت متضايقه جدا. بس ان الواحد يتبسط او يفرح او يزعل ده بايد ربنا. وربنا في الاخر بسطهم واسعدهم ويعني ردهم عن الرحله وقالوا لي احنا بعد كده معاكي في اي رحله واحنا عارفين ان ده كان غصب عنك خلاص وتفهموا يعني. الشخص اللطيف بصراحة اللي كان معايا في الرحلة قعد يقولي خلاص ما حصلش حاجة، المشوار أصلا قريب، هتعدي خلاص يا جماعة. الباص كان غصب عنها بس بقية الرحلة كانت حلوة كانت كويسة. طبعا كان عمال يترجم لمراته يا عيني الدربكة اللي بتحصل حوالينا. بس في الآخر كانت يعني حاجة كويسة. فالواحد يعمل اللي عليه حتى لو الدنيا باظت حواليه. ربنا بيبقى شايف تعب الواحد ومجهوده ودي حاجة بتفرق جدا.